يوم 1 الشهر، طبعا ضمن مؤثرات اعتدال الأجواء ونشاط ربيعي، أبدأ بتربية الذكور. أخصص طوائف معينة منتخبة تعتبر من ضمن أصول المنحل، وهذه خلايا خصصت لإنتاج الذكور. نبدأ بحث هذه الخلايا أو الطوائف على إنتاج عملية الذكور بضغط النحل فيها، برفع قرصين أو 3 منها. يعني فرضا مثلا كانت خلية 10 أقراص، أرفع منها 3 أقراص، أضيف لها قرص ببداية أساس شمعي حتى يقوم النحل بناء شمعي حر، وتوجه الملكة لوضع البيض الغير مخصب فيه مع دعم هذه الطوائف بكمية عالية من التغذية. خلصت النحل في الخلية، أعطيت دعم قوي من التغذية، بالتالي وين راح تتوجه الطائفة؟ راح تتوجه لعملية البيض الغير مخصب، لأنه هذا المفر أمامها، ستشعر أن هناك اكتظاظ وهناك نشاط، فبالتالي تبدأ ببداية عمليات التطريد أو الاستعداد للتطريد وهو التكاثر الطبيعي. فبالتالي تبدأ الطائفة بالتوجه إلى إيه، أو بحث الملكة على إنتاج البيض أو وضع البيض الغير مخصب الذي ينتج عنه ذكور. بدأت يوم 1 في تربية الذكور، وأيضا أنا مستمر على الجانب الثاني في تحفيز بقية الطوائف. يعني بهذه الفترة أنا أعمل على جميع الجوانب، لا أعمل في جانب واحد أو على جميع الصعد. يوم 15 الشهر أبدأ في تربية الملكات، لأن هناك فارق بين مدة فقس حضنة الذكور وفارق بين مدة فقس البيوت الملكية. هناك فارق بين مدة نضج الذكور وهناك فارق بين مدة النضج الجنسي للملكات، فهذه الأمور كلها لابد أن تكون محسوبة وتؤخذ بعين الاعتبار. في يوم 15 الشهر أبدأ بتربية الملكات من خلايا أيضا منتخبة، أصول في المنحل تتمتع بالسلوك والأداء الجيد. أبدأ أربي منها ملكات على حسب العدد الذي أحتاجه في عملية التقسيمات. أحتاج مثلا أعمل 100 تقسيمة، أربي 120 130 ملكة احتياطا، ربما بيوت تنجح وبيوت لا تنجح، فأربي زيادة نوعا ما أو أربي 150 ملكة. طيب، كيف يتم عملية تربية الملكات بسرعة وبدون أي تدخل في تعقيدات تربية الملكات؟ كما تفضلوا الأساتذة الأجلاء بشرحها سابقا، ممكن يكون أخصص خلية لتربية الملكات دون تيتيم الخلايا. خلية بها كثافة نحلية عالية تعادل مثلا وليكن 30 قرص بحوالي 100,000 نحلة، سواء كانت خلية عمودية أو خلية عرضية، وأضع بها فواصل في الوسط. أيضا أنا قلت في البداية نبدأ العمل من قبل التقسيمات بشهر، هذه تكون أيضا من ضمن التجهيزات للتقسيمات، تجهيز خلايا لتربية الذكور وتجهيز خلايا لتربية الملكات. فبالتالي إذا كانت عندي خلية عرضية بها تقريبا 39 قرصا، أضع حاجز يمين وحاجز يسار، أضع بها ملكتين، ملكة يمينا وملكة يسارا، وتترك منطقة الوسط فارغة عندما آتي لتربية الملكات. عندما أقوم بنقل اليرقات سواء كان بجهاز جنتر أو بعملية التطعيم، أضعها بهذه الخلية في منطقة الوسط بعد وضع حاجز ملكي يمينا وحاجز ملكي يسارا، وتبقى منطقة الوسط شبه ميتمة. أربي فيها ملكات بدل المرة 10 دون تيتيم الخلية ودون انعكاسات على خلية التربية. كذلك ممكن أن تكون خلية عمودية 3 طوابق، أجهزها تجهيز مسبق قبل وضع الكويسات الملكية فيها مثلا ب5 6 أيام، يكون فيها نحل فتي، وهذا النحل جمعته على شكل أقراص حاضنة مغلقة من خلايا أخرى كي تكون داعمة لهذه الخلية. طبعا يتم الدعم على مراحل، لا يجوز أننا آتي بخلية 10 أقراص ومباشرة أدعمها ب20 قرص حضنة، فبالتالي هذه الحضنة لا تجد من يحضنها، فبالتالي يكون هناك تسلسل في دعم هذه الخلية وتجهيزها من بداية 1 الشهر اللي احنا بدأنا نربي فيه ذكور. كل أسبوع أعطيها قرص حضنة أو قرصين مغلق على وشك الفقس، سرعان ما تفقس هذه الحضنة وتزداد الكثافة النحلية
وتصل هذه الطائفة إلى 3 طوابق. باجي أنا في الطابق الأول اللي هو بيت التربية، بحجز الملكة في الطابق الأول وأترك طابقين. أجهز الكويسات الملكية، وليكن مثلا كل حامل كؤوس 24 بيت ملكي أو كأس ملكي، أضع فيها هذه الخلية قوامها 30 قرص نحل. هذه الخلية تتحمل في حدود من 90 إلى 100 بيت ملكي، قادرة على خدمة هذا البيت. يعني هذه التربية في المرة الواحدة ممكن أنتج منها في حدود 100 ملكة أو 90 ملكة. فأجهز خلايا على حسب العدد الذي أحتاجه من الملكات. أحتاج 200 أو 300 ملكة، أجهز 3 خلايا مخصصة لتربية الملكات دون تيتيم ودون انعكاسات، وربي فيها ملكات إن شاء الله تربي فيها 10 مرات، ما عندك أي مشكلة أبدا أبدا. لكن تنتبه للتوقيت والمواعيد، وتدون التاريخ مظبوط حتى نأتي على هذه البيوت الملكية في اليوم 12 ويتم رفعها من هذه الخلية، أو اليوم 11 حتى لا تحدث يخرج بيت ملكي ويحدث تطريد أو ما تطريد أو كذا، مع وجود الحاجز الملكي على الملكة. الملكة تكون محجوزة في بيت التربية. إذا أنا اشتغلت بهذه الطريقة الممنهجة، الطريقة العلمية المعرفية. بدأت بتربية الذكور يوم 1 الشهر، فقست عندي يوم 24 الشهر. بدأت في تربية الملكات 15 الشهر، تفقس عندي في 1 الشهر الجديد. تكون عندي التقسيمات جاهزة من اليوم 28. يوم 28 الشهر أجهز تقسيماتي، أو يوم 29 الشهر. قبل ما تفقس هذه البيوت الملكية بيومين أبدأ أوزع البيوت الملكية على التقسيمات. في نفس الوقت عندما يأتي يوم 5 الشهر 7 الشهر تكون عندي الملكات فقست وأصبحت ناضجة جنسيا، لأنه موعد الفقس 1 الشهر. 5 الشهر 6 الشهر تكون عندي الملكات ناضجة جنسيا وجاهزة للتلقيح. وعندي الذكور خرجت 24 الشهر، تحتاج الذكور من 10 إلى 12 يوم حتى تكون ناضجة جنسيا. أيضا 5 الشهر و6 الشهر ستكون الذكور ناضجة جنسيا. فيما لو خرجت الملكات تكون تجد ذكور ناضجة ويتم عملية التلقيح بنجاح. أركز هنا أخواني الأفاضل على موضوع تدوين التواريخ تماما. يعني إذا وضعت جهاز جنتر اليوم وباضت الملكة فيه، تحسب 16 يوم ستكون فقس الملكة من تاريخ وضع البيض. 16 يوم يكون شغلك قبل الفقس بيومين أو 3، لا بأس، ما في أي مشكلة أبدا. التقسيمات تقسم يوم 28، تترك ميتمة 24 ساعة أو 48 ساعة، ما في مشكلة. والتقسيم يتم على حضنة مغلقة حتى لا يكون هناك خيار أمام النحل أن يقوم ببناء بيوت ملكية.